قصة حارس المرمى اللي شرح وشه بالموس في الماتش عشان ما يصعدش البرازيل المونديال. سنة 1989 وفي الجولة الأخيرة المنتخب تشيلي ضد البرازيل في تصفيات مونديال 90 بعد ما البرازيل جابت الجون اللي يضمنها التأهل لكأس العالم، فجأة وقع على الأرض حارس مرمى منتخب تشيلي روبرتو روخاس، جنبه شمروخ مولع ووشه غرقان دم. على طول جريوا زمايله عليه، اللي منهم اعترض للحكم واللي منهم شتم جمهور البرازيل. نزل الفريق الطبي وبعدها شالت اللعيبة الحارس وطلعوه بره الملعب. مدرب تشيلي وقتها أمر كل اللعيبة إنها تخرج بره وتنسحب من الماتش. اتجمعوا الحكام وخدوا قرار بصفارة انتهاء الماتش. الصدمة كانت شديدة جدا على كل لعيبة البرازيل اللي حسوا بان حلمهم بالمونديال انتهى، وان الشمروخ اللي جاي من مدرجاتهم هيكون السبب في حرمانهم من بطاقه التاهل للمونديال. العجيب ان دليل براءتهم ظهر على ايد صحفي كان قاعد ورا حارس المرمى وقت ما الشمروخ اتحدف عليه، وكان معاه صور بتبين ان الدم اللي في وش الحارس ما كانش سببه الشمروخ، وان سببه موس حلاقه كان مخبيه الحارس جوه الجوانتي بتاعه. استغل فرصه وجود الدخان جنبه فطلع الموس عور بيه وشه ورماه عشان يبين الحكم ان جمهور البرازيل هو اللي عوره بالشمروخ. وصلت بعدها الصور دي للفيفا اللي خدت قرار بتبرئة جمهور البرازيل من دم الحارس، وصعدت البرازيل وقتها لمونديال ايطاليا. اما صاحبنا ده فكان عقابه هو المؤبد وحرمانه من ممارسة كرة القدم مدى الحياة. ما تنساش اللايك والفولو عشان يجيلك سكاوت جديد.